تعالوا وانا بحط ميك اب اقول لكم ABC لحد زد الشعر. لو عايزين تهتموا بشعركم وتخلوه هيلثي وتشاين اكتر، ايه الستبس اللي المفروض تعملوها؟ جايه لكم من حته ضلمه قوي بجد، وجايه لكم من المستقبل بقول لكم ان في امل، وان ان شاء الله ما تقلقوش، شعركم هيبقى احسن، اطول، اكثف، انعم، هيشان اقل، وبجد هيبقى مور هيلثي، ومش هياخد منكم وقت ومجهود زي ما انتم متخيلين، بس هيبقى محتاج منكم شويه صبر. ممكن ما يحتاجش مجهود كتير، بس هيحتاج شويه صبر منكم ونفسيه كويسه وكم حاجه كده هقول لكم عليها. لو بجد عايزين شعر هيلثي لازم 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 تكون صحتنا كويسه ونفسيتنا باكبر قدر كويسه. مش هقول لكم ان احنا لازم نكون طول الوقت فرحانين، طبيعي هرموناتنا بتروح وتيجي، بس بجد النفسيه بتاثر جدا على تساقط الشعر. تاني حاجه وهي الاهتمام بحمام الزيت وحمام الكريم. هما الاتنين بجد اللي بيغيروا طعم وشكل الحياه للشعرايه. شعرايه بجد بتفرق قوي، وهقول لكم كل واحد منهم ايه مهمته وانتوا هتتخيلوا معايا اصلا هي بجد قد ايه مفيده. خلينا الاول نتكلم على حمام الزيت. حمام الزيت هو اللي بيخلي الشعرايه كجدر صحي اكتر، وبيدعمها بالزيوت والفيتامين اللي هي محتاجاها، وكمان ممكن ساعات يكون بيعالج القشره عشان لو في مضادات بكتيريا. انما بقى لو هنتكلم الزيت بتاع الشعرايه نفسه، فالزيت على الشعرايه، وخصوصا لو كان زيت مرطب زي زيت جوز الهند والارجان واللوز وبذور العنب والزيوت دي، زيت على الشعرايه بجد حوار، بيخليها اسمك، واسمك هنا اللي هو حاجه زي ادخن، فما بتتقطعش في المشط ولا في الفرشه خالص، بتبقى بجد اقوى شويه، فده بيفرق جدا جدا جدا. فالزيوت اذا كان على الفروه او على الشعرايه نفسها مفيدين جدا. المشكله كلها بتيجي من نوع الزيت اللي بنستخدمه، مش النوع، الماركة. لو الماركة بتاعتنا ماركة مش كويسة فالزيت هيضر مش هيفيد. عشان كده في مننا كتير قوي بيقعد يقول ان الزيت بيطلع له قشرة، بيخلي الشعراية دامج اكتر. ده طبيعي، لان احنا ممكن نكون بنستخدم زيوت صناعية مش طبيعية على شعرنا عشان احنا جايبينها من مكان not trusted، يعني مش موثوق. بحب قوي ارفع البلاش لفوق. محتاجه اقول لكم تجيبوا زيوت منين. عندنا اماكن كتير قوي مشهوره الفتره الاخيره، عندنا امتنان، عندنا نيفرتاري، عندنا مركز البحوث، عندنا كمان افريكانا جرين، وعندنا افريكانا MBC، وعندنا رو افريكان. ففي براندز كتير قوي للزيوت. النهارده اتصدمت من اسعار رو افريكان. اللي هو ايه يا جماعه الاسعار دي؟ ايه يا جماعه 100 مللي زيت ارجان ب 200 وحاجه؟ ده رخيص جدا، ده رخيص جدا. زيت الارجان عامه اللتر بتاعه بيوصل ل 6000 جنيه، فانا ناخد 100 مللي ده جامد قوي. كمان في زيوت تانية زي زيت بذور العنب، زيت جوز الهند. زي جوز الهند ب 130 جنيه بعد الديسكاونت كود. بالمناسبة انا ليا ديسكاونت كود عند رو افريكان اسمه جاكلين تيم، بيديكم خصم 10% لو طلبتوا اوردر اكتر من 300 جنيه. اي ثينك بعد كده بيديكم كمان الشيبنج فري، يعني الشحن فري. بمناسبة الخصومات والديسكاونت كود، فانا عندي برضو كذا ديسكاونت كود عند كذا حد تاني، ممكن تبقوا تتابعوا المكان التاني، بنزل فيه كل حاجة too much details too much. نيجي بقى لحمام الكريم. ليه حمام الكريم مفيد، او ليه حمام الكريم بجد بجد بيفرق قوي قوي قوي؟ لان هو اللي بيعيد ترطيب الشعرايه وبيخليها بجد تتبني احسن، وخصوصا لو كان حمام كريم زي ايفا اي كيراتين غني بالكرياتين، او الكرياتين ده بيبقى اللي هو الكرياتين الطبيعي، فبجد بيخلي الشعرايه في حته تانية خالص. فحمام الكريم، حمام الزيت لازم نستخدمه مرة كل اسبوع. الزيت على الجذور وعلى الاطراف، حمام الكريم على الاطراف، ولازم لازم لازم تكون بالطريقة الصح. وهبقى انزل لكم الطريقة الصح بتاعت كل حاجة في المرات الجاية، وبالمناسبة هي موجودة برضو على اليوتيوب. هحط ايلاينر واجي عشان ده مفهوش هزار، مفهوش هزار وبتاع، في الاخر طلعته بايظ برضو. اما مش اشكال. هنيجي بعد كده لستيب مهم، الشامبو. هل الشامبو مهم بالقدر اللي يخلينا ان احنا نشتري حاجة غالية قوي؟ والله لا، صدقوني. بس لو في شويه قشره هنبقى محتاجين حاجه تكون بجد كويسه تنضف فروه الراس، عشان الفروه الصحيه هي اللي بتدي الشعر الصحي. لو فروتنا مش صحيه شعرنا مش هيبقى صحي. رنا سعيد دايما بتقول كده، انا تراست رنا سعيد. فانتوا مش محتاجين خالص ان انتوا تدفعوا فلوس كتيره على الشامبو خالص، بجد مش مضطرين. الحاجه الوحيده اللي انتوا محتاجين تدفعوا فيها فلوس كتيره وتوفروا فيها بجد كل طاقتكم في ان انتوا تعملوا سيرش على الانجريدينتس بتاعتها اذا كانت هتليق عليكم ولا لا، هو الليفن. الليفن خطير ومهم بشكل انتوا مش هتتخيلوه غير لما تجربوا. الليفن هو اللي بيحافظ على الشعرايه ضد عوامل البيئه، شمس بقى، ميه، عرق، اي فرهده، هو اللي بيخليها تحافظ على قوامها وانها بجد ما تفقدش هيبتها كده وسط الدوشه دي كلها. تاني حاجه ان هو اللي بيساعد على ان الشعرايه تتسلك وهي مبلوله، الشعر وهو مبلول ضعيف جدا،
فبجد من غير ليف ان هتلاقوا تساقط وتقطيع في الشعر، بالليف ان بتلاقوا كميه تساقط منعدمه منعدمه. فكل ما وفرتوا ودفعتوا فلوس في الليف ان بجد الموضوع ده بيبان وبيفرق جدا 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 جدا. اخر حاجه عايزه اكلمكم عنها وهي البلسم. ولا البلسم مش مهم الا لو كان شعرنا جاف جدا، هو كستيب حلوه، بس لو مش معانا او مش عاوزين او مخنوقين ما عندناش وقت اوكي. بس المهم بجد هو حمام الكريم. كام حاجه كده برضو بيفرقوا قوي، اولهم الفوتر مايكرو فايبر. البراشز اللي بنستخدمها لو خشب لازم يكون خشب يكون نوع كويس، بلاش الخشب الزان. خشب الزان تقيل قوي على الشعرايه بيقطعها. ولو هتجيبوا البلاستيك او السيليكون، السيليكون يكون افضل عشان مش بيولد كهرباء قوي وبجد بيكون ناعم على الشعرايه. البني الستان والتوك الستان اتس فيري 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 امبورتنت، بجد بجد بتفرق جدا في الهيشان. لما بنعمل شعرنا ضفيره مرخيه قبل النوم بنستخدم البني الستان او بننام على مخده ستان، بنصحى تاني يوم شعرنا زي ما هو. جربوها مره على ستان ومره من غير ستان، هتحسوا بفرق مش طبيعي. انا عايزه اقول لكم من كتر ما بتخنق من الستان نفسي تطلع معلومه غلط، نفسي حد يجي يقول لنا ان الستان ده وحش، من كتر ما انا بجد ببقى مقهوره بيه. بس انا جربت مليون مره من غيره وكل مره بتضايق وبرجع بقول انا حماره اني نمت من غير البني الستان. نسيت اسرح حواجبي فخلينا نسرحها سوا واكلمكم عن اخر حاجه، او كل شويه اقول لكم عن اخر حاجه. بس جماعه الصحه النفسيه والجسديه، الاكل والفيتامين بجد بيظهروا جدا على الشعر. دايما بقول لاي حد بيجي يسالني ان لو الشعر مثلا بياخد الفيتامين ده من الجسم، وده الطبيعي ما هو مش هيروح ياخد الفيتامين من حد تاني. لو الجسم مستودع فاضي، مخزن فاضي، هو اكشلي هيفضل ينده ويقول يا جماعه حد يديني فيتامينات، ومفيش حد بيديله فيتامينات فهيبدا يتدمر. فهل الفيتامينات والاكل الصحي والعصاير والمعادن والبروتين والكرياتين اللي الشعر بيتكون منها بنسبه تكاد تكون اكبر من ال3/4 مهمين؟ والله مهمين. خليتوني احلف، انا ما بحبش احلف. النفسيه بامانه ربنا بتفرق وبتاثر جدا على الشعر، والشعر بصاحب واجب قوي في النفسيه. اول ما النفسيه تزعل اول واحد بيزعل عليها شعركم. اخيرا وليس اخيرا عايزه اقول لكم بجد بجد ان الموضوع يستاهل ان انتوا تتعبوا وان انتوا تبذلوا مجهود وانه بجد هتلاقوا نتيجه. بس الموضوع محتاج ان انتوا تفهموا اكتر عن شعركم، تضيعوا وقت شويه على الفرجه وتفهموا شعركم محتاج ايه، تجربوا شويه لغايه لما توصلوا للروتين الكويس. and finally بجد بجد هتبقوا مبسوطين بالريزلت. ولنصايح اكتر تابعوني هنا وفي الاماكن التانية. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديو جديد اكلمكم فيه عن نصايح للشعر او للبشره او طريقه استخدام اي منتج. لو عندكم سؤال سيبوه في الكومنت. باي.